النهارده جاي احكي لك قصه غريبه جدا. قصتنا النهارده قصه حقيقيه بتحكي عن ام عظيمه مصريه، بس مش كل حاجه نستغلها ومش كل حاجه نقلبها. يعني ايه هنا؟ يعني كان في شاب كتير جميل وام كتير مصريه. نسمع الاول الشاب عمل ايه. احمد عمره 31 سنة، يعني مش صغير. المفروض 31 سنة ده اصلا هو يرعى امه ويصرف عليها، مش يستنكح عليها. صح صح. الابن ده دخل على امه قاعدة عند اخوه، قاعدة عنده وبيحاول يعني على قد ما يقدر اخوه يحاول يخلي امه مبسوطة وعايشة سعيدة. طبعا دخل على امه اتخضت، قال لها ماما ماما. قالت له نعم يا حبيبي. قال لها انا عايز منك حاجة. قالت له اتفضل. قال لها انا عايز منك 20,000 جنيه يا ماما. 20,000 جنيه مصري يعني. ارجوك يا ماما. قالت له يا ابني انا اتخضيت اول ما شفتك، فاتخضيت كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكيد وحشتوني وبتوحشوني. الناس اللي بتحب احلى اسطورة هتنزل يا باشا تحط لي لايك وكومنت حلو كده وسبسكرايب. الفيديو ده كده سريع عشان انا خارجة، فبحضر نفسي عشان اخرج. رايحة فين هناك؟ احنا لسه فطرانين دلوقتي. رايحة اجيب واسمه ايه، حنة الضوافري. بصوا من المواعين بغسل. انا بحب اشتغل بالشمال، ما اقدرش اغسل المواعين او اغسل السجاد الا بالشمال دي. اليمين دي زي ما هي وانا مش عندي، لازم الاتنين يبقوا زي بعض. بص دي، شايف الفرق كبير؟ ده راح، ده لسه عشان بشتغل بدي. المهم انا خارجه لسه دلوقتي حالا. الفطار لسه فطرانه، عملت الاكل. فطبعا قلت كده قبل ما امشي انزل اتحفز. والله بقالي يومين نايمه، نسيت اقول لكم انا نايمه. بص انا من عادتي لما بكون نفسيتي قافله فبنام. يكون في حد ضايقني او في حاجه مزعلاني كتير كالعاده يعني. ليه كده يا هناء؟ مش عارفه. حتى في ناس بتكتب لي على القنوات ليه هناء فين فيديوهات، مش عارفه. هو انا كده من طبعي كده. حتى الاضاءه زي الزفت زي ما انتوا شايفينها. ماشي. انا بحبك اكتر، شوقي في قلبي بيكتر. اوحش حاجه في الدنيا دي ايه؟ هقول لك عليها. اتفضلي هنا. انك تحب حد وما يحبك، انك تفكر في حد وما يفكر فيك. بنصحك نصيحه من قلب مصر. اتفضلي يا ستي هنا. وانا ورايا غيرك يا هرم؟ بجد ولا بتهزر؟ لا شكلك بتتريق عليا بجد. هنا عايزه اسالك سؤال صغير كده. لما يكون في شمس عشان ما احب حد يشوفني ليه هنا؟ انا كأسطورة ما احب الشهرة ابدا. بجد ولا بتهزر؟ ورحمة ابويا ما احب الشهرة، ما احب حد يعرفني. المهم بحطها عشان اخلص من العالم. ماشي. المهم انا كده كده لابسه ومحضره نفسي، بس انا مستنيه راجل شوفير. انا طلبته، قلت له مساء الخير. قال لي مساء النور اسطوره هناء. قلت له ينفع تطلعني فوق؟ قال لي طلعك فين هنا؟ قلت له انا عايزه اطلع الهرم. قال لي يا هناء مش شايفه ان الوقت متاخر؟ يعني اصل عندنا العادات ان الاهرامات بتقفل الساعه 2 مساء بتوقيت مصر، يعني 2 الظهر. انت رايحه فين هنا؟ قلت له نو، انا مش طالعه الهرم يا بطل بالليل، انا بخاف اطلع بالليل. قال لي ما رايحه تعملي ايه هنا؟ قلت له في محل شيك كده رقيق بيبيع انتيكات. قال لي ماشي. قلت له ضربت في دماغي اخشه. قال لي هتعملي ايه بقى يا ناصحه تخشيه؟
قلت له ضربت في دماغي اجيب سبرتايه شيك كده انتيكه نحاس، نقعد نحط ونولع ونعمل البن. قال لي بس يا هناء عايزه اسالك سؤال. طبعا ده عشان هو صديقي، فانا بسمع من امه وراجل كبير بقى، مش هينفع ان انا اجرحه او اقول له ما تهريش في البلح. اتفضل يا حاج، عشان هو اكبر مني بحترمه بقى. هناء قلت له نعم. قال لي بس دي تمنها 1000 جنيه مصري بالصينيه بالحوار بتاعها. قلت له مش مهم، مصر ام الدنيا هتجيب. قعد يضحك قال لي ماشي، ما مهم. هتخرجي هتاخدي مين معاكي؟ قلت له هاخد اولادي. قال لي يعني اشمعنى النهارده؟ قلت له عشان عايزه اخرج الصراحه اشرب قهوه وهوى عن نفسي بالليل. قال لي يعني هتجيبي الحاجه وتقعدي على كافي؟ قلت له اه. هناك بقى في قاعده جامده على الارض كده يعني قاعده عربويين. لازم تروح هناك تعمل دماغ مصري وتشرب حاجه وتعمل دماغ وتدعي الهنايا الاسطوره. لو نزلت مصر ام الدنيا اعمل لك دعوه واعزمك تشرب قهوه عربياوي من احلى ست مصريه. والله العظيم يا هناء انا بحبك اكتر. بجد بتحبني؟ طب ورحمه والديك لو فعلا بتحبني زي ما سعادتك بتقول، هتنزل يا باشا تحط لي لايك وعليا الحلال ما اشوف ذكر يقول لي الاضاءه لا ازعل منه. ماشي، بفكر اخد البتاع ده في ايدي. ايه رايكم؟ جل احط بس مش حلو صح؟ هلبس شنطه احلى كده تكون كلها شياكه واناقه. ممكن نطلع شنطه لونها زهري تدينا شياكه واناقه. بلاش ده بتاع الاسدال. كلامك صح يا هناء. بلاش بدل ما السواح يضحكوا على هنايا الاسطوره. ولا جايه تبيع البندوره البوك ده بيمسكوه اللي الناس اللي بتشتري القوطه والخضار. يا هناء عارفه يا اسطوره. اتفضلي يا باشا احكي. عايزه اجيب مكياج، اجيب شويه حاجات. اروح لواحد اسمه رامي، بقالي كتير مش رحت له. قال لي هناء انا منزل عروض جامده. قلت له يعني انا على اساس يلا بحط مكياج؟ انا يا حسره ما بقتش احط مكياج. انا فعلا ما بقتش احط حاجه. في حاجات معينه كنت بحب اشتريها يعني لعيوني بس، ارسم عيوني بس. المهم تعالى احكي لك على الولد عمل ايه في امه. قال لامه مامي انا عايز المبلغ ده. طبعا الام قالت له عناية ليك يا ابني. قال لها اخويا هنا. قالت له لا. قال لها طيب خير وبركه. قالت له بس مراته هنا. ندهت لمرات ابنها قالت لها لو سمحتي تعالي بسرعه. قالت لها نعم يا حماتي. قالت لها خدي الفيزا والرقم السري وروحي اسحبي لابني المبلغ دوت. قالت لها ماشي. خدت الفيزا فالواد اتغاظ. قال لها ايه هو انتي بتديها الفيزا والرقم؟ قالت له ايه يعني يا ابني احنا كلنا عيله واحده ولازم نحب بعض يا حبيبي. قال لها بارك الله فيك يا امي. طب بصي ياما انا ابنك الكبير ممكن تخلي الفيزا معايا. طبعا قالت له خلاص اللي يريحك يا حبيبي. قال لها لا مش اللي يريحني يا امي، انا ابنك واولى ان انا اخلي الفيزا معايا. طبعا الكلام ده غلط ومش صحيح. المهم مرات ابنها جت قالت لها يا بنتي هاتي الفيزا. هو خطف الفيزا من ايديها. قالت لها ليه يا امي الفيزا؟ قالت لها عشان اديها لابني. قالت لها ابنك مش من حقه ياخد الفيزا. صح والله كلامها صح. ابنك كل ما تيجي تقبضي المعاش يجي يقول لك هاتي فلوس سلف، هاتي 10000 هاتي 20. هو ما من حقه يقول الاموال دي مش امواله لوحده، ابنك التاني ليه في الاموال. قالت لها وانتي حاجه ما تخصك، انا ده ابني وانا حره، يعني انا اتصرف زي ما اتصرف، كل واحد حر في امواله، ما يشغلك
انت حلال مرات ابني، ملكة تتدخلي فيا انا واولادي. عايزه رايكم بقى في اللي احنا بنهري فيه. انزل ارزع لايك الاسطوره. الواد نتش الفيزا وقال لها طب ايه رايك بقى ده ناخد الفلوس غصب عنك. قالت له غصب عني؟ يا خسارة نسينا وتعبنا وراح، يا خسارة نسينا. صح كده والله. عارف يا حبيبي، اوحش حاجة انك تطمع في اهلك او تطمع في حد. المهم هو متغاظ عشان هي قاعدة عند اخوه وقال لك ده بتصرف. قالت لها يا ماما اسمع بقى الرسالة الحلوة دي. قالت له اسمع بقى يا شاطر، الست دي عايشة عندنا واحنا بنوفر لها معاشها في الحساب في الفيزا، ما يهون علينا ناخد فلوسها، بنجيب لها كل حاجة من جيبنا، والورث اللي امك ورثته للاسف احنا حطيناه في حسابها، ما هان علينا نصرفه ولا نيجي جنب اموال الست دي. الست ديت ست فضيلة وعلى راسنا، هي امنا ام عظيمة، وعشان هي ام عظيمة يبقى لازم ننزل نشوف طلباتها ونراعيها. والله تشكر مرات الابن. قال لها غوري في داهيه، مالكي دعوه، انت بتعملي كده عشان تاخدي الاموال. طبعا الام قالت لها انت مالكيش دعوه يا بنتي، ده ابني الكبير وانا من حق اديله اموالي زي ما انا عايزه. كله غلط طبعا. الصراحه هو طمعان في الاموال بتاعتها. انزل حط لي بس لايك عقبال ما ندخل البلوه دي ونرجع تاني للناس الحلوه. نسيت افكرك بحاجه، اوعى تنسى تراضي اسره فقيره. واحد كاتب لي قال لي شكلك ما بتزكيش. اتضحكت عليه طبعا على الفيديو بتاع الحمام. شكلك ما بتراضيش حد ومش عاجبك. ماشي، ما تشغل دماغك انت، بس روح زكي وراضي الناس. ما يشغلك انا رضيت او ما رضيتش. اللي بيراضي العباد يا باشا هو رب العباد ورب الناس اللي بيراضي الناس. انت شفتني ما رضيتش؟ مين قالك يا باشا؟ انا ما بحب الغرور. انا الست هناء الاسطوره، ما احب اتغرى عن الناس. ها، بحب اكون فقيره. انا يا جدعان الست هناء الفقيره، الفقيره المصريه. انا ما عندي اموال ولا حيلتي ربع جنيه. انا عايشه بالستر بتاع ربنا. انا ما قلت لك انا غنيه؟ انت غني بقى، معاك اموال، انزل عرضها وراضي عباد الله، وما تقول لحد وما تقول لصاحبك ولا تقول لحد، لان اللي بيقول للناس ده عريضه بينزل يعمل دعايه عشان هو مغرور وكذاب. انت كذاب. ها، انزل بقى فرجني رجولتك يالا وقول لي يا هرم يا اسطوره انا زكيت يا هناء. ها، وقول لي انا علمت عليك يا احلى هرم في العالم. يلا يا رب. وما عايزه كدب وهري. اوعى تفكر انت وهو ان كدبكوا بياكل معايا. لا يا باشا، ما في ذكر بياكل مع هناء الاسطوره عشان انتوا ما تاكلوا معايا. هوا ما بيبانش بجد هناء، ورحمه ابويا في تربته كلكوا هوا ما بيعديش عليا. بص اوعى تصدق ان هناء الاسطوره بتصدق الهري بتاعكم. لا انا عايزه اتجوزك، انا معجب بيكي، انا بحبك، بسمع واطلع. بسمع زي ايه يعني؟ هقول حكايه واحكيها، اسمعها واعرف معانيها. الست زي الدنيا يا خال، اوعى تشغل بيها البال. انا شفت واحد من جهله عشان مراته باع اهله. ما تبيع اهلك عشان مراتك، واللي ملوش خير في اهله ياض مالي خير في حد. يلا انا بنصحك نصيحه، اوعى يضحك عليك يا ابن والدي. لميت اللمه يا هناء يا جامده. المهم يا عيال، مش كل حد يقول لك حاجه كده تصدقها يا ولد. بجد ولا بهزارك؟ ورحمه ابويا ما كذب عليك ابدا. يلا عشان عايزه اخرج. يلا مش هناء مش اي حد يقول لك عني كلام تصدق. انا زي موج البحر
تصدق بالله انا كنت مفكره ان انا طالعه من رمضان تخنانه. اللي شايفني زي ما انا ما تخنتش ينزل يحط لايك، واللي شايفني تخنت ينزل يكتب للاسطوره يقول لها انت عجلت هناك. طب ورحمه ابويا ازعل منكم لو ما نزلتش قلت كلمه الحق. لو تخنت قول لي انت تخنتي هناك. انا كل يوم باكل حلويات بس بطريقه ايه؟ فظعنانه. باكل طبعا بعمل، بص الحاجه اللي انا بحبها، انا بحب القطايف موت. ماشي، هعمل قطايف دلوقتي يعني اما ارجع، مع اني محضراها بس لازم اشتغل. عندي فيديو لازم اغسل السجاد، بتسلى فيه بقى عشان كل سنه وانتوا طيبين، عشان نعمل الكحك والبسكويت ومفيش حاجه تتكسر علينا. فهمت صح؟ لو انت بقى بتحبني زي ما انت بتقول لهنايا الاسطوره، هتنزل يا باشا تحط لايك لاحلى اسطوره مصريه عربيه، تقول لي جمله واحده: انا بحبك اكتر. وبلاها نكذب. ها، المهم الست قالت لمرات ابنها انت ما تتدخلي في ولادي، انا حره قد اموالي للي انا عايزاه. مين اداك الحق يا شاطره انك انت تشد الكارت الفيزا من ابني؟ قالت لها لا يا حماتي، لا، الفلوس دي بتاعتنا كلنا وابنك ليه فيها. قالت لها بشرع مين يا حلوه؟ مين اداك الحق تقولي كده؟ طب اتفضلي. قالت له اتفضل اتقلع من بيتي. مرات اخوه خد امك وانتي امشي من بيتي. قالت لها لا صدقني انتي انسانه مش محترمه، انتي تطردي امي. طيب ما يا اخويا انتوا رايكم ايه في اللي احنا بنهريه؟ هي من حقها تضرب حماتها؟ هي مالها لا دعوه بالاموال، صح؟ الست اموالها وهي حره. انا ما ينفع اتدخل في اموال غيري. انا اتكلم على مالي، ما اتكلم على مال غيري يا صاحبي. الله كلامك صح. هنا في لعبه تانية نسيت اوصلها لك. في مثل شعبي بيقول لك امشي عدل، صدق بالله، امشي عدل يحتار عوض فيك. يعني ما تتدخل في اللي مالك فيه. ليه بقى؟ ليه؟ واحدة قاعدة عندنا نشيلها على راسنا، مقام أمي مثلا ما ينفع أقول لها تدي ابنك ده أو تدي ابنك. قال دي أموالنا كلنا، ليه تدي ابنك ده؟ ابنك الكبير معاه أموال وبيقبض وكل شهر يجي ميعاد الفيزا، ميعاد القبض المعاش يقول لك هاتي. وإحنا مصيرنا فين يا حماتي؟ عرفت صح؟ إحنا فين فلوسنا؟ ما إحنا كمان لينا حق، وجوزي ليه حق عندك يا حماتي. عرفت بقى ولا لسه؟ والله كنت صحاني. فعلا يا هرم، صح يا مصر. ماشي، لو من قلبك يبقى ماشي. تحيا مصرتين عند ام الدنيا. مساء الخير مدام هناء. مساء الزفت على دماغك. عليا الحلال زهقت من حياتي. انت عارف ايه الحاجه اللي انا ما بحبهاش؟ ان انت تفضل تحرق تحرق تحرق. ونصيحه من بنت مصر، اوعى تبيع اهلك عشان مره، عشان فرصه يا باشا. عارف الراجل اللي يبيع اهله يبيع مراته. اصلا انت بتنزل من نظري بشوفك رخيص، لان اللي ملوش خير في اهله مالي خير في اي حرمه. والنعمه هنا انت عسل، عسل غصب عنك. ومش عايزه كدب. ها، انا بحبك يا هناء، عايزه اتجوزك. بطلنا بقى، بطلنا الجوازات. خش لك في مشروع جديد بقى. ما انت مش هتعرف برضه ولا توصل لي. ها، عشان تريح نفسك من الاسطوره. وبطلنا اللي يعطلنا يا عبد الله. يا ابني انت اخرك تتفرج على الشاشه المصريه وتقفل وتوته توته. خلصت الحدوته. بص على قدك، ما تبص لفوق
وما تبص للعالي عشان العالي غالي قوي. بحب كل الناس. عايزين نقدم تحية واحترام وتقدير لشعب الجزائر، شعب المغرب، شعب ليبيا، شعب الامارات العظيم، وشعب طبعا العراق، وشعب سوريا. تحية من قلب مصر لابن اليمن. تحية من قلبي ليك لكل ارض اليمن وكل راجل جدع ومحترم، لان انا ما شفت عيبه منكم. تحيه وادب لكم. تحيه لاهل السعوديه والكويت، كل الناس اللي حبت هناء الاسطوره، وشعب المغرب. انا بحبكم وبحترمكم. اللهم نجي بلادكم ونجي شعوبكم، وارفع عنكم الاذى، وارفع عنكم اي حرب واي تعب واي اذى، بركه سيدنا النبي. قول بقى اللهم صل على سيدنا النبي. شكرا يا هناء. زي ما انا حييت دولتك واي دوله عظيمه، انزل حي مصر ام الدنيا، لان احنا بنحبكم، احنا بنحترمكم. وزي ما انا بحترمك يا باشا، انزل احترمني بقى، حط لي لايك وكومنت حلو. تحيه لكل راجل حب هناء الاسطوره، وبلاها كذب عشان انا بحب المحترمين، ما احب الكذب. ها، ونسيت اقول لك، انا الست الاولى في مصر اللي ما بحب الاموال، يعني ما بتاعت فلوس ولا بتاعت كذب ولا هبل. مش عايزه حاجه منك. انا يا باشا كنت عايزه قلبك المحترم يحط لي لايك ويحترم بنت مصر. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، انا ما ابغي منك شيء غير تحط لي لايك وكومنت حلو، وانا بحترمك وبحبك يا باشا. وهخش اعمل لي فنجان قهوه. هنخلي الارض عريانه عشان احنا كده كده يا باشا. هنعمل ايه بقى؟ هنحضر نغسل الحاجه عشان العيد. يا رب يدخل عليكم العيد بالفرح والملأ، ويرفع عنكم الأذى وأي تعب يا رب العالمين. يا رب بقى ما تنسى تحط لها هناء اللايك. لايك، ها؟ أنا مش طالبة منك أي حاجة غير تحط لي لايك وكومنت حلو. بحبك كتير. نفس العالم ما تهري مع الأسطورة. يلا ما مهم. بحبكم كتير. بحترم كل الناس اللي حبتني. يعني لو كنت بتحبني من قلبك تنزل تحط لي لايك وكومنت حلو، تقول لي هناء انا بحبك. اقول لك ما انا كمان بحبك. I love you. I love you لكل راجل حب هناء الاسطوره. يلا لايك كومنت حلو عشان خارجه. بحبكم كتير.